أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع وتحياتي لكم ورمضان كريم عواشر مباركة. غادي تكونوا رديتوا البال الخلاف والصراع والردود اللي واقع ما بين عبد الاله بن كيران والسي محمد الغروسي. عبد الاله بن كيران امين عام حزب العداله والتنميه دار واحد اللقاء وتكلم على العمق المغربي وعلى الغروسي على انه كياخذ دعم من رئيس الحكومه ولا عنده شراكه مع رئيس الحكومه عزيز اخنوش. ناض السي الغروسي فرقع الرمانه وجبد حقائق على عبد الاله بن كيران. سنوات هذه وحزب العداله والتنميه وعبد الاله بن كيران كيحاولوا يخبيوها، لكن السي محمد الغروسي فرقع الرمانه، خاصه انه في مرحله من المراحل كان ابن الحركه الاسلاميه. لكن اللي ما فهمتوش انا واللي طرحت عليه علامه استفهام، بن كيران مع الغروسي كاين خلاف بيناتهم وكل واحد فيهم كيتكلم على الاخر. المهداوي ما دخلوه ما محلوه من الاعراب، اش دخل حمارته الاسبوع الفرس، لدرجه انه بكل صفاقه هاجم العمق المغربي وبكل وقاحه تطاول على السي محمد الغروسي واصفا اياه في اللايف ديال البارح بواحد خينه، وهمز ولمز في العمق المغربي في اللايف اكثر من مره، بل لدرجه انه مارس عليه الديكتاتوريه وقال له يا تتكلم في القضيه ديالي انا ووهبي هي تسكت بالمره. بل لدرجه انه قال لك المهداوي اعتبر التصريحات ديال السي محمد الغروسي اللي تكلم فيها على حريه الصحافه في المغرب على انه استفزاز ليه هو والقضيته. قبل ما نتكلموا على الجاب حمرة المهداوي في اسبوع الفرس ديال السي محمد الغروسي، بغينا نديروا واحد الاطلاله على الحقائق والكلام الخطير اللي قالوا السي محمد الغروسي وقالوا صوت وصوره باش نوقفوا على واحد الحقيقه خطيره جدا. يعني مثلا عندنا المقطع الاول ديال السي محمد الغروسي باش ما نطولوش عليكم في الفيديو. المقطع الاول ديال السي محمد الغروسي كيتكلم على انه الاستاذ عبد المولى المروري المحامي والكاتب المعروف كان دار واحد المجموعه ديال المقالات في 2018 كينتقد فيها عبد الاله بن كيران وحزب العداله والتنميه، والمقالات سماها المسار السياسي لعبد الاله بن كيران محاوله لفهم التحول. الغريب انه هاد المقالات هذه اللي كانوا فيها تقريبا 5 ولا 6 ديال المقالات، كانت سلسله تعرضوا منها 2 ولا 3 مباشره بدات الاتصالات. السي الغروسي تيقول في واحد اللقطه هنا في الفيديو بانه عبد الاله بن كيران اتصل به وطلب منه سحب المقالات ديال السي عبد المولى المروري. الشيء اللي خلى الغروسي يقول له السي بن كيران اولا هذا مقال راي، والشيء الثاني شنو هي الصفه ديالك انت اللي تطلب مني نسحب مقال راي ما فيه لا سب لا شتم لا تشهير، هو مقال راي كيتكلم فيه على التجربه السياسيه ديالك وعلى التجربه ديال الحزب ديالك. هنا كنوصلوا لواحد النقطه مهمه وهي ادعاء الحريه عند حزب العداله والتنميه وادعاء الحريه عند عبد الاله بن كيران. والعجيب والغريب ان بن كيران من حقه يسب الناس كاملين، ومن حقه يشتم عباد الله كاملين، ومن حقه يتطاول على الناس كاملين ويقول على هادو نقافات ويقول على هادو مخربقين ويقول على هادو مخروضين ويقول على هادو العفاريت والتماسيح. وشي واحد لما ينتقدوا ماشي ما تيعجبوش الحال، راه داك الشيء اللي وقع مع السي عبد المولى المروري راه خطير جدا. راه الحقد، عبد الاله بن كيران يحقد على من انتقده. طيب خلينا نشوفوا الكلام اللي قالوا السي الغروسي وغادي نرجعوا للتصريحات ديال السي المروري اللي تكلم على هذه القضيه وشنو وقع له في 2018 مع اعضاء الحركه الاسلاميه ومع اعضاء في حزب العداله الحزب العداله والتنميه. نسمعوا اولا الكلام اللي قالوا السي الغروسي بخصوص هذا الموضوع. ثم جاء بعد ذلك واتصل ذات يوم يطلب مني ان اسحب مقالات للاستاذ المروري ينتقد فيها الحركه الاسلاميه وضمنهم عبد الله. فقلت له استاذ عبد الله هذا المقال رايي كيف ساحذفه؟ وزعما بنوع من الاستغراب من اين لك اصلا بهذه السلطه باش تطلب مني انني نحذف هذه المقالات. وحدث ان السي اسماعيل بعد مده، لان كيكون دائما مع الجزر اللي ممكن تكون بين سياسي وصحفي بالمناسبه يعني، وافهم هذا الموضوع حتى محاوله الترويض والاستغلال وانه يدير العمق تحت الباطل، ولكن هيهات لسنا لقمه سائغه ونحن اكبر من ان تبلعنا حنجرته. فقلت له هذا مقال رايي يعني لا يمكن ان تدخل فيه، وعندك العديد من الشباب الذين يريدون الرد عليه وكذا، فالعمق مفتوح لهذا الراي ولا الراي الاخر، وهذه هي جزء من وظائف الاعلام. فحدث يوم حضرت مواضيع
البريوات والبغارير في المقررات ان طلب منه اسماعيل الادريسي تصريح، فقال له انا مقاطع العمق، فاتصلت به ليجري هذا الحوار لماذا مقاطع؟ لانكم نشرتم لي الماروري. قلت له الماروري رد عليه هذا مقطع راي لا يمكن حديثه. حتى تلك المره اذكر اننا كتبنا شرعنا في كتابه خبر بعنوان بن كيران يعلن مقاطعه موقع العمق بسبب مقال راي ينتقده، وكان تدخل من الاستاذ الفاضل سي عبد الرحيم الشيخيره مازال في الحياه، فعدلنا على هذا الامر وتراجعنا عنه. وهذه واحده من التناقضات وهي كثيره. ثم المره الاخرى التي يعلمه الجميع عندما نعت شاب الوسيم. الغريب في الامر انه السي الماروري دار واحد المقال كيتكلم فيه على الحيثيات والخبايا ديال المقالات ديالو اللي تعرض من خلالها ومع العمق مع السي محمد الغروسي للضغط، على انه قال بانه لما كتب المقالات داز المقال الاول ولا الثاني اتصل به السي عبد العالي حميد الدين احد قيادات حزب العداله والتنميه متسائلا على سبب كتاب هذه المقالات، بل لدرجه انه قال له راه السي عبد الاله بن كيران ما عجبوش هذا الشيء اللي كتبتي، وكيقول لك واش كاينه شي جهه هي اللي طلبات منك او حرشاتك باش تكتب هذه المقالات على الشيء اللي خلى السي الماروري يتكلم ويرد عليه ويقول له بانه هذا مقال راي ما عنده حتى شي علاقه بجهه وما عنده لا خلفيه معينه، وانما هو مقال راي قراءه للمرحله السياسيه ديال عبد الاله بن كيران. بل الاخطر من هذا ما اكتفاوش غير انه يصيفطوا له حميد الدين وما اكتفاوش انه بن كيران يطلب صاحب المقال، بل ان المشتالي وهو احد قياده الحركه الاسلاميه اتصل بالسي الماروري وهو في اجازته وقال له هذوك المقالات اللي كتبتي على السي عبد الاله بن كيران علاش كتبتيهم؟ فعاود شرح له داك الشيء اللي شرح لحميد الدين، فقال له راه بغيناك تجي للرباط نتلاقاو معك. تيقول السي الماروري في التدوينه اللي كتبها في الصفحه ديالو الرسميه في الفيسبوك، تيقول بانه مشى المقر ديال المؤسسه ديال بنغازي بحي الرياض ديال المشتالي، شنو اللي لقى تما؟ لقى تما السي محمد البرقادي ولقى الاستاذ احمد المشتالي ولقى السي رضا بن خلدون، وكان معاه حوار اشبه ما يكون بالمحاكمه، علاش تكتب دوك المقالات وما تكتبش دوك المقالات وما خصكش تكتب دوك المقالات. فوصلوا الى خلاصه هي انهم طلبوا منه يمتنع عن نشر الجزء الخامس او السادس ربما ديال المقالات ديالو اللي كينتقد فيها السي عبد الاله بن كيران. وهنا كنتسائلوا مع السي الغروسي مع بقيه الاخوان اين هو موقع الحريه وحريه التعبير وحريه الراي مادام هي منضبطه بضوابط اخلاقيه الصحافه واخلاقيه الكتابه ما فيها لا سب لا شتم لا تطاول لا تشهير لا غير ذلك. اذا هذيك الشعارات اللي تيروجها بن كيران في الخطابات ديالو والشعارات اللي كان كيروجها الحزب ديالو في ايام توليه رئاسه الحكومه هذه كلها شعارات فارغه. والدليل ها هو انا السؤال اللي دائما اطرحه علاش، وهذه رسالة عتاب لكل من السي محمد الغروسي ولكل من السي عبد المولى الماروري، لماذا تخفون هذه الحقائق ولا تظهرونها إلا إذا وقع خلاف بينكم وبين الجهة التي تنتقدونها؟ يعني مثلا هذه الحقائق راه خطيرة وقعت في 2018 فوقاش غادي تنكشف حتى ل 2026؟ شكون اللي غادي يكشفها؟ السي محمد الغروسي لانه وقع خلاف بينه وبين بن كيران. غادي ينوض السي عبد المولى الماروري وغادي يدير مقال كيتكلم وتيبين فيه الحقائق والكواليس ديال ما حدث. طيب هذه الحقائق ألم يكن الجمهور المغربي ونحن منه، ألم يكن المتابع المغربي الذي تدعون أنكم يعني تهتمون لرأيه معني بأن يعرف هذه الحقائق لحزب يدعي أنه إسلامي ويدعي أمينه العام على أنه إنسان منفتح ويقبل الرأي والرأي الآخر؟ راه السي عبد المولى الماروري في هذه القصة هذه راك تعرضت لأشبه ما يكون بالضغط والمحاكمة. يعني يتصل بك حميد الدين، يتصل بك المشتالي، يتلاقى مع رضا بن جلون، محمد البرقادي، سي احمد المشتالي، كلهم باش يمنعوك تكتب مقال رأي على عبد الاله بن كيران وعلى التجربه السياسيه ديالو على حزب العداله والتنميه. بل اكثر من هذا انهم بجوجهم يعني سولوه واش كاينه جهه معينه طلبت منك هذا الشيء. المقطع الثاني ديال السي محمد الغروسي وهو كذلك مقطع يكشف حقيقه المرحله ديال رئاسه عبد الاله بن كيران للحكومه في المغرب، كيكشف واحد الموضوع خطير، وهو تيقول فيه السي الغروسي بانه كانوا عندهم غرض، يعني كانت عندهم نيه على انهم يكتبوا مقال العنوان ديالو أن عبد الاله بن كيران يقاطع العمق المغربي بسبب مقال رأي. تيقول السي محمد الغروسي بأنه اتصل به الشيخي وطلب منه أنه ما يكتبش ذاك المقال وما يتعرضش وما يتنشرش في الموقع.
حتى تلك المره اذكر اننا كتبنا شرعنا في كتابه خبر بعنوان بن كيران يعلن مقاطعه موقع العمق بسبب مقال راي ينتقدوه، وكان تدخل من الاستاذ الفاضل السي عبد الرحيم الشيخيره مازال في الحياه، فعدلنا على هذا الامر وتراجعنا عنه. وهذه واحده من التناقضات وهي كثيره. يعني واش انتبهتوا الديكتاتوريه في حلتها الاسلاميه كي دايره؟ واش انتبهتوا لعدم تقبل الراي الاخر؟ يعني لا اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، كاينين غير حنا، واي مقال يعتبر مشوش عليهم يعني كينوضوا جميعا، الشيخي، البقالي، بن جلول، المشتالي، حميد الدين، بن كيران، فلان باش يمنعوا هذه المقالات تنشر. طيب وما تتعرض له الحكومه اليوم من التطاول والتشهير والسب والشتم والتقلاز من تحت الجلابه، تحت ما يسمى بحريه الصحافه، وهم الان هذا الحزب هذا اللي كان كيمنع الصحفيين في 2018 انهم يكتبوا مقالات عليهم، الان تيقولوا لا، خص الناس تسمح بحريه التعبير ورئيس الحكومه خص يتنتقد الى غير ذلك. طيب هذه الازدواجيه هذه ما محلها من الاعراب؟ نسمع اولا التصريح الخطير اللي قالوا السي الغروسي كيتكلم فيه على محاوله الترويض بكل موضوعيه، لا في غيابه ولا في حضوره، والاصدقاء المقربين يعرفوني. يعني انا ما حقدش عليه، ما عنديش علاش نحقد عليه، فقط انه دار محاولات ديال الترويض وبيدير العمق تحت باطو، فلم تصدق له هذه القضيه. وانا نقول لكم ان كل شخص عنده واحد شويه الشخصيه والسلسول ديالو ماشي رخو الا وغادي يتواجه مع السي عبد الله. يعني انا على فكره هاد 20 ثانيه ديال السي الغروسي كشفت لي واحد الحقيقه خطيره جدا، وماشي غير خطيره فقط بل خطيره وتكاد تكون قنبله الموسم. نعاودوا نسمعوا الكلام اللي قالوا السي الغروسي لما تكلم على الترويض، من موراها قال واحد الكلمه خطيره جدا. سمعوها باش نطرح واحد التساؤل معكم. دار محاولات ديال الترويض وبيدير العمق تحت باطو، فلم تصدق له هذه القضيه. وانا نقول لكم ان كل شخص عنده واحد شويه الشخصيه والسلسول ديالو ماشي رخو الا وغادي يتواجه مع السي هنا السي الغروسي تاكد واحد المساله خطيره، على ان بن كيران حاول يروض العمق المغربي، حاول يديرو تحت باطو، حاول يجندو لصالحه. وهذا قالوا السي الغروسي اكثر من مره. بطبيعه الحال السي محمد الغروسي انسان صحفي ومرزن وماشي تيقول الهضره غير هكاك، وانما كيوزن كلامه وعارف اش كيقول. لكن الخطير في الامر هي قال لك انه ما كاينش شي صحفي ولا موقع ولا قناه مولاها عنده السنسور ديال الظهر ديالو صلب ماشي رخو، يعني ما كيتحناش الا هو غادي يصطدم مع بن كيران. السؤال الذي ينبغي ان يطرح الان، وهذا السؤال عنده ارتباط بالحلقه لانه قلت لكم المهداوي هاجم الغروسي البارح في اللايف. سبب تحول المهداوي من مهاجمه بن كيران الى تطبيل لبن كيران، واش نقدروا نفهموا السي الغروسي من كلامك على ان السنسول ديال المهداوي رخو، لهذا انحنى لضغوطات بن كيران، ربما جنده، ربما أصبح يدافع عنه، ربما اخترقه، ربما وظفه. بمعنى آخر واش المهداوي ولا تحت الباط ديال بن كيران؟ لأنه ذاك التحول العجيب من التطاول والهجوم على بن كيران للتطبيل لبن كيران، لدرجة أنه أصبح يهاجمك أنت السي الغروسي فقط لأنك انتقدتي بن كيران، لدرجة أنه قال لك واحد خينا وهمزوا المس في الموقع ديالك. إذن غادي نفهموا من الكلام ديال السي الغروسي على أن صاحبنا المهداوي أحد الذين يوجدون الآن تحت باط حزب العدالة والتنمية وتحت باط بن كيران. واستغربت كيفاش واحد يساري متفق مع واحد إسلامي. سبحان الخالق سبحان الجميع. دابا غادي نجيو عند صاحبنا اللي أنا على فكرة فاش اللايف ديال المهداوي البارح ولا البارح يعني بقيت مستغرب، يعني اش دخل المهداوي في الموضوع؟ الغروسي تيرد على بن كيران وكيتكلم على القضيه العلاقه الشخصيه اللي كتجمعوا معه والاحداث اللي مرت ووقعت بينه وبينه. ناض المهداوي نقز وسط الفيلم وخشى راسو وسط الحكايه وهاجم السي الغروسي بواحد الطريقه فجه اللي ما مفهوماش لحد الان. اللي بغيت نتكلم عليه قبل ما نسمعوا واحد اللقطه من اللايف ديال المهداوي هي انكم خصكم تعرفوا ان المهداوي
اصبح مهووسا بالانا، لدرجه انه ولا كيختزل في المغرب الصحافه، الاعلام، الكتاب، الحقوقيين، المثقفين، العلماء، الفقهاء، السياسيين الواعرين عنده، هادو كلهم اللي كيهضروا على قضيته. اللي دوا على قضيته فهو صحفي وعالم ومثقف وفقيه وباحث وسياسي وكاتب وصاحب رأي والى غير ذلك. واللي ما تيتكلمش على مشكلته مع وزير العدل وما تيهاجمش وزير العدل وما تيهاجمش سميتو اخنوش، فهو ما صحفي ما صاحب مقال ما كاتب ما عالم ما فقيه ما سياسي ما تلعب. وكأن الكون كله يدور في المغرب على قضية المهداوي، وكأن الكرة الأرضية ينبغي أن تقف وتنشغل وتتكلم وتتحدث على مشكل شخصي ما بين يوتيوبر ووزير في الحكومة المغربية. يعني قمة النرجسية والأنا والإيغو والأنا العليا، وأنا هو خص تهضروا غير عليا أنا. انت اللي عطيتي البقالي، انت اللي عطيتي لاكارت الغروس، انت اللي عطيتي ديال هيسبريس. سمعتوا دابا انا جبد الغروسي بسميتو وجبد العمق المغربي بسميتو والبقالي وعطيتيه البطاقه والصحافه الى غير ذلك. طيب لما غادي يجي باش يتكلم على القضيه ديالو مع بن كيران، غادي يولي السي محمد الغروسي وغيولي العمق المغربي كله مبني للمجهول. احسن العون. انا احيانا حتى دوك اللي انا ضد المشهرين، اما حتى داك اللي تخصو راسو ما نهضرش عليه. انا واحد خينا ديال واحد الجريده وقعت له مشكل مع بن كيران، والله ما عمري هضرت عليه، ولكن ملي شفتو داير واحد الفيديو تيقول عندي 150 شراكه وكيهضر على الاخلاق، تما فين استفزني وكنعرف. دابا هنا اين هو الاستفزاز؟ هنا دابا السؤال المهداوي، اين هو هنا الاستفزاز؟ علاش الرد ديال السي محمد الغروسي صاحب موقع العمق المغربي على بن كيران استفزك؟ ذكرك الا، جبدك الا، تكلم عليك الا. الذنب الوحيد ديال السي محمد الغروسي امام المهداوي هو جوج حوايج. الحاجه الاولى انه ما تكلمش على موضوع وقضيته فغادي يحقد عليه، والحقد ديال المهداوي اخبث من الحقد ديال بن كيران على فكره. بن كيران راه حقد على المروري لدرجه انه تلقى هو وياه في الجنازه ديال الوفاه ديال بين حميد الدين ما سلمش عليه. تصور الناس في الجنايز كتكون المحكمه والروح طايحه بيناتهم وفي الجنازه كيتسالموا وتيتعازوا. بن كيران تلاقى في الجنازه ديال الاب ديال حميد الدين مع السي عبد المولى المروري وشافوه ما سلمش عليه ودور وجهه ونطر يده. علاش؟ لانه كتب عليه مقال كينتقد كيتكلم على التجربه السياسيه ديالو. وراه نفس الحقد اللي في بن كيران ضربوه في 10 كاين في المهداوي تجاه اللي ما هضرلوش على قضيته. دابا المهداوي علاش حقد على بعض المواقع الصحفيه وحقد على بعض الصحفيين؟ علاش حقد على الرمضاني؟ علاش حقد على الشرقاوي؟ علاش حقد على اكس او ايغريك من المواقع؟ علاش حقد على هيسبريس؟ علاش حقد على شوف تي في؟ علاش؟ لانهم ما طبلوش للقضيه ديالو، ما عاونوش باش يطلع المشاهدات والادسنس، فهو حقد عليهم. وفين ما يلقى شي فرصه باش يماركي واحد الهدف ولا باش يقلز ليهم ولا باش يهمز ولا يلمز ما غاديش يرحمهم. وهذا الشيء هو اللي غادي تشوفوه دابا في هذه اللقطه هذه. تيقول عندي 150 شراكه وكيهضر على الاخلاق، تما فين استفزني. كون كان عبقى ساكت صافي. واش استفزك حيت عنده 150 شراكه وانت ما عندك؟ يعني نوع من دابا السي الغروسي ربي يفتح له في شركات وفي مصانع وفي رجال اعمال دايرين معاه شراكه وتبارك الله تيتخلص مزيان والموقع ديالو، بل هو قالها في الفيديو قال بانه عنده طموح على ان هذا الموقع يتحول الى قناه ويتحول الى راديو الى غير ذلك. واش استفزك لانه عنده 150 شراكه؟ هز التليفون صوني عليه قول له اخويا شنو هي الاستراتيجيه اللي درتي باش وصلتي لهاد 150 شراكه؟ حتى انا راه بغيت نوصل لها. وراه غادي يقولها لك الغروسي ما غاديش يخبي عليك. راه بزاف المواقع ما كنجبدوهمش، ما كيهضروش علينا صافي فوق. سمعتي الانا كي دايره؟ قال لك بزاف المواقع ما كيجبدوش ما كيهضروش علينا. وعلاش كنت بالسلامه؟ مع تناولها ما تعلق عليها لا تعليقا ولا خبرا، بحال ما كاينش كاع فوق الارض ولا تحت الارض. وغتخرج غدا 150 شراكه و150. اذا لا الانسان يهضر في مساحته كاين مشكل. دابا حنا ما بقيناش ما دويتيش على موضوعي. دابا وصلنا للقمع والديكتاتور. تهضر في مساحتك، بل اكثر من هذا غادي يقول له خصك تسكت، دوي عليا ولا اسكت.
شاد الوقاحه، شاد قله الادب، شاد البساله، شاد التنقاز، حنا ما عمرنا ما كنقولوا للناس يكونوا بحالنا 100%. عمرنا ما كنضغطوا على الناس يكونوا. كيفاش غيكونوا بحالك؟ زعما شكون انت باش يكونوا بحالك؟ زعما شنو؟ لا تخافوا في الله لومة لائم. وعلاش ما عمرك تكلمتي على صاحبك في الغرب حتى تشدو تحكم؟ ها هذاك خينا اللي كان خاربها في الغرب واكل عباد الله والديكتاتوريه وشطط في استعمال السلطه والصفقات والمال العام والنهب والسرقه وتشفرت، هذاك ما كنتيش تما سوبرمان ياك ولا كاين شي حاجه؟ اما غتبعوا طريق المهداويه والله يحسن العون، انا راه ما كنلومكمش، ولكن عاب البنادم اما يسكت راه بعض المره ولا ما خليك تدخل سوق راسك، خلينا حنا نواجهوا مصيرنا، هادشي اللي قسم الله. يعني دابا تخيل معايا هاد خينا لو كانت في يدو السلطه، راه قلت لكم هذا ما هو بروفيسور، ما هو كاتب، ما هو محلل، ما هو سياسي، ما هو مستشار، ما هو يوتيوبر، تيحل التليفون ويتعاطى مع عباد الله. تخيل دابا لو كانت السلطه في يدو، تشوف غا موقع، دابا شحال ديال المواقع في المغرب بالمئات او نقول الالاف، ترى غا السي محمد الغروسي ما دوالوش على قضيته وما طبلوش على مشكلته مع وهبي. شوف هذا الحقد اللي حقد عليه وبقى هازها في قلبه، جاته الفرصه. واش جاته الفرصه؟ واش صوناو عليه قالوا له رد على الغروسي لانه هاجم ولي نعمته بن كيران؟ الله اعلم، ما عرفناش شنو وقع في الكواليس. شوف هذا الحقد اللي حقد عليه وتيطلق فيه السم ديالو، باش تعرفوا بانه الانسان راه ماشي راه ديكتاتوري بطبعه، خص غير يشدها في يدو، يملك ادوات الديكتاتوريه وغادي يمارسها على عباد الله. ايوا اش غادي نقولوا؟ الله يهدي الجميع في هذا الشهر الفضيل. هذه القضيه صعيبه شويه. تحياتنا للسي محمد الغروسي، ونتمنوا ان شاء الله دوز هذه المحنه ديالو بخير وعلى خير، وان شاء الله نتمنوا ينتصر في المعركه ديالو ضد هاد خياتنا هادوها. وشكرا ليه لانه كشف لنا مجموعه ديال الامور والحقائق اللي كانت مخبيه علينا، واخا تعطلوا علينا من 2018 ل 2026، ولكن ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. تحياتي لكم، السلام عليكم.